السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موقع جريدة صوت العدالة من القنيطرة. والشابة خديجة التي تعرضت للضرب والجرح من طرف أحد الشباب، يعني اللي بكل صراحة تكرفس عليها، يعني حتى نفسيا يعني تأثرت بزاف. الشابة اللي تعرضت لواحد الضرب يعني في الوجه ديالها اللي ما تستاهلش بكل صراحه، اللي وصل ل 88 غرزه. هادشي اللي اثر على النفسيه ديالها، اثر على الحاله الاجتماعيه ديالها، يعني هادشي كيحز في نفسنا. ولهذا غادي نستضيفوا الاخت خديجه اللي غتقرب لنا. خديجه مرحبا بك. السلام عليكم خويا، نبغي نشكرك شكر خاص، وكنبغي نشكر الصحافه ديالكم، الجريده ديالكم اللي هي صوت العداله، وكنبغي نشكر كاع المغاربه اللي وقفوا معايا وتضامنوا معايا حتى خديت حقي. وكنبغي نوجه تحيه كبيره للاهرام ديالنا المحامون اللي هو الاستاذ زهراش والاستاذ جاد والاستاذ انوار والاستاذ محسن والاستاذه راشده احفظ الكبيره، الاستاذه الهرم ديالنا حتى هي. شكرا لهم كبار، وقفوا معايا وبقاو معايا حتى خديت حقي. خديجه، اثار انتباه الراي العام انك تعرضتي وكيمشي للمعلومات اللي خصهم يبيكي وخد لي حقي. خديجه الله يطول عمرك، بغيتك انا عرج بك شيئا ما مرت، واخا ياثر عليك شويه نفسيا، ولكن اعطيني كيفاش وقع لك المشكل. انا هادشي من اجل تنوير الراي العام. مرحبا. انا كنعيط ليا واحد الكوامانجي قال لي عندنا واحد العرس نمشيو نخدموا فيه، جيبي معك شي صاحبتك واجي. فعلا عيطت للصديقه ديالي، جات لعندي من سلا لهنا القنيطره، مشينا. يعني انت فنانه؟ انا كنخدم نعم. شيخه. نعم. جات لعندي الصديقه ديالي، مشينا عنده، تلقى لينا هو وهذا اللي ضربني، داونا لواحد الفيرما، مشينا جلسنا، جلسنا ريحنا شويه، داز واحد النقاش. بغيت نمشي بحالاتي، ما خلانيش نمشي، تزايدنا في الهضره، سبني، عايرني، رديت على الهضره، صرفقني. رجعت كنجري عند البنت، بديت كنجمع حوايجي باش نمشي بحالي، بديت كنسمع قراعيط ديال الشراب تهرسو، الدوره اللي درت عنده جمع ليا حناكي بجوج ضربني. يعني ضربك ماشي بآلة حاده، القراعه ديال الشراب. وداك اللحظه شنو كان الرد الفعل ديالك؟ واش هربتي؟ واش لا ما هربتش، انا تصدمت، جاتني هستيريا، تنقول لهم غير فيقوني، الا كنت نحلم، حيت ما عمري تخيلت وجهي غيمشي ليا. ما خليت اخويا، انا ما دوزت في حياتي، ما عمر وجيت اديت فيه، وما عمر شي واحد اداني، وما عمر شي واحد قاصني. صافي تنشوف فيهم هما غوتو، شديت وصافي وديكلاريت، وجاو عندي لابريكات، وتما مشاو تم القبض على كوامانجي، وعيطوا للمنى استدعاو ليا الشيخه اللي كانت معايا، وهو هرب. دلات بالشهاده ديالها؟ هي دلات بالشهاده، والكوامانجي دلا بالشهاده ديالو. نعم. قال لهم بان داك السيد هو اللي تعدى عليها، هو اللي ضربها، وهو كان هارب بواحد الطريقه زوينه باش تشد. انه كانوا مشاو عندي واحد صاحبته صحاباتها، وقالوا لي غنعطيوك 5 المليون وتقول لي ماشي هو اللي ضربك. قلت لهم عطاوني وقيت نخمم فيه. جاو عندي حتى القهوه في خدامه، قلت لهم عطاوني وقت نخمم. مني مشاو هما، شديت الطاكسي، رجعت للبريكات ديال الجندارم، قلت لهم راه شنو قالوا لي، وجاو عندي وقالوا لي قال لي واحد السيد خدام تما كونونير، تحيه ليه كبيره، قال لي عيطي حدايا وديروا بارلور. عيطت قدامه، درتو بارلور، قلت لهم شحال تعطيوني؟ قالوا لي 5 المليون. قلت لهم صافي، قول له يمشي يقدم راسو، انا غادي ندير له نقول ماشي هو. فعلا مشى، وصل لسيدي يحيى، خرج من سيدي يحيى، دخل لدار القداري، شعل التليفون، تبعوه بالجي بي اس ديال التليفون وشدوه في الباراج. علاش حول الحكم للمحكمه ديال بلقصيري الاول؟ يعني هذاك هو الحكم اللي يمكن كان قاسي في حقك. كان قاسي في حقي، غير هو كان جاب واحد الشاهد وواحد الشاهده كانت شهدات بان صاحبتي اللي هي كانت معايا وقع لي مع اللي كان وقع معها المشكل، كانت دلات بواحد الاوديوات اللي كانت تحت التهديدات ديالهم، وقالت بانني انا ضاربه راسي. ولكن فاش مشات عند الدرك الملكي حسات بالامان، وقالت لهم الصراحه، وصافي. ويعني ديك محكمه بالقصيري وقيله مشاو على ديك، على حساب داكشي اللي عنده في الملف. نعم. ما زاد ما نقص من عنده، حكم على داكشي اللي كاين في الملف، داكشي اللي طلع عليه، اللي كاين في الملف. ومني جينا لمحكمه القنيطره ديال الاستئناف، حولوا الملف للاستئناف، حولته للاستئناف، اذا ولات جنحي، ملي ولا اختصاص، عدم اختصاص. ملي جينا لمحكمه الاستئناف ديال القنيطره، خديت حقي الحمد لله، وعجبني الحال، وعاد دابا شويه بردت من واحد الناحيه. خديجه فرحتي؟ فرحت بزاف. رغم ان انا تاسفت وتالمت، انا يعني فرحت. خرجت واحد شابه في مقتبل العمر انك تعرضي لها الضرب، انا شخصيا ما تقبلتهاش. كان نهار الحكم الابتدائي خرجت بهستيريا اللي هي البكا وغوت وبقى فيا الحال، وكنشوف راسي بوحدي ويتيمه وتحقرت. وكيف محكمه الاستئناف بالقنيطره خرجت بواحد الفرحه. علاش؟ انا ما درتش بحالهم، هما راه خرجوا كيزغرتوا وكيطبلوا وكيفقصوني، زعما تفرقعيها، هو خرج براءه ضربك وخرج براءه. شكون هادو العائله ديالو؟ عياو ما يقولوا له بعد قام الضامن معايا،
تخديت حقي. وكنبغي نوجه تحيه كبيره لفاعل الخير. هاد الناس هادو توصلوا، هما اللي وصلوني للاخ جوكر باك، هما اللي وصلوني للاخ شحفه، ووعدوني بانه غياخذوا لي موعد في كلينيك في مراكش عن طبيب اختصاصي ديال التجميل. غادي ندير التجميل ديالي ان شاء الله. وصراحه ما دازنيش داك الاخ شحفه والاخ جوكر باك والاخ ياسين، ما دازونيش دوزات نهائيا، واقفين معايا وغيبقاو واقفين معايا ان شاء الله تنصلح وجهي. شنو هي الرساله اللي تقدمي لهاد الناس؟ كنبغي نوجه واحد الرساله، بعدا كنبغي نشكر المغاربه كاملين داخل الوطن وخارج الوطن. كنبغي نقول لهم كنت كنحس براسي يتيمه بوحدي، ساعه لقيت جيش كبير اللي هو المغرب كامل وقف معايا. ماشي غير المغرب، يعني الناس من منين ومنين كيعيطوا، الجزائريين ما كاينش اللي ما كيعيطش ليا. تضامنوا مع اختهم، عرفوني مظلومه، بقاو واقفين معايا حتى خديت حقي. ونهار اللي تحكم الحكم ديالي فرحوا معايا الناس كاملين. وكنبغي نوجه واحد الرساله ليا. عندي 2 وليدات خدامه عليهم، لا حنين لا رحيم. اللي بامكانه شي مساعده بغى يساعد اختو، ما نقدرش انا نقول لكم شي حاجه زعما ليا. المهم باغا على الاقل ندير غير شي مشاريع اللي هو اونبورتي، نولي خدامه بيه على وليداتي ونجمع وليداتي، حيت كل واحد عند مربيه. المهم اللي ما شكرتوش يسمع كاملين. وشكرا لك اخويا انت اللي جيتي عندنا من مدينه باش تستمع ليا. شكرا لك بزاف. حنا في قنيطره في عاصمه الغربيه، عاصمه الغرب، جماليه قنيطره. قمنا بهذا اللايف المباشر مع الاخت خديجه، كنشكروها على انها جات لعندنا حتى البلاصه اللي درنا فيها التصوير. كنشكر الاخوان، كنشكر حتى الشاب اللي شاد ليا التصوير. الى هنا ناتي الى نهايه هذا اللقاء المباشر. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.